ليه المغرب متقدمة على مصر في كرة القدم؟ ليه يا عم؟ وليه المغرب وصلت نص نهائي المونديال ومصر اصلا مش عارفة لها طريق ان هي تروح اكتر من مرة ورا بعض في المونديال؟ وهل مصر فيها امل ان هي تروح للطريق بتاع المغرب ده في كرة القدم ولا لا؟ كذا لقطة هحكيها لك وهتوضح لك الفكرة ليه مصر مش هتبقى المغرب في القريب العاجل في كرة القدم. قبل اي حاجة لو سمحت لو اول مرة تزورنا في القناة اشتراك ولايك حلوين عشان خاطر القناة بتاعتنا تكبر، ويلا بينا. اللقطة الأولى أكاديمية محمد السادس، أكاديمية أنشئت سنة 2009 عشان خاطر تجيب المواهب اللي موجودة في كرة القدم في المغرب وتعمل منهم لعيبة كرة على حق ربنا، بتهتم بالجانب البدني والجانب النفسي والجانب الدراسي وكل شيء متعلق بكرة القدم للشاب اللي بيدرس فيها. كرة القدم هناك دراسة. الأكاديمية دي طلعت للمغرب الجيل بتاعه دلوقتي اللي وصل نص نهائي كأس العالم تقريبا بتتكلم في حدود 6 أو 7 لعيبة، يعني المفروض إن هي مؤثرة بشكل إيجابي كمان في المنتخب، مش في الأندية بس ولا المنتخب الأولمبي بس ولا منتخب الشباب بس، المنتخب الكبير كمان. ده كان الضلع الاول في المعادله، اهتموا باللاعب اللي هو هيحترف بعد كده وهيشيل اسم المغرب. ده غير كمان ان هو بيعلي الكواليتي بتاعت الدوري، ما هو كل اللعيبه حريفه وعارفه هي بتعمل ايه، وبالتالي الدوري قوي من هنا. قارن بقى ما بين القصه دي وقصه اختبارات الانديه الحلوه اللي موجوده عندنا اللي كلها نصب في نصب. تلاقي النادي يا اخويا مزنوق في قرشين فيعمل له في الصيف السبوبه بتاعت اختبارات اللعيبه، كل العيال رايحه وتشتري استمارات وتعمل، واللي رايح يتاهل بدنيا ويعمل قبليها، وفي الاخر ولا حاجه. على سبيل المثال المتحدث الاعلامي باسم نادي المقاولون العرب من كام سنه اتكلم ان اللاعب اللي عايز يكمل في قطاع الناشئين او في اي قطاع موجود جوه النادي لازم هيدفع مبلغ معين، وما كانش مبلغ بصراحه قليل وقتها. ازاي نادي كان من اهم مكتشفين الوجوه في الدوري المصري يعمل كده؟ الراجل اتكلم ان ده حق النادي يا جماعه، فانت كده حولت اللعبه من واحد موهوب للدفه الثانيه اللي معاه فلوس، يعني انت خسرت اللي معاه الموهبه عشان خاطر اللي معاه فلوس، وبالتالي لما تيجي تحطه على ارض الواقع مش هتلاقي الفلوس هي اللي بتجيب لك اجوان او ترقص او تعمل شو او ابسولوتلي. وده طبعا خلى الدوري بتاعنا ما فيهوش لعيبه عدله تسلم وتستلم الكوره بس. دي كانت اللقطه الاولى. اللقطة الثانية، الاتحاد المغربي لكرة القدم السنة دي عمل بطولة جديدة اسمها كأس التميز، ودي يا سيدي عبارة عن بطولة حلوة كده بتضم القسم الأول والقسم الثاني كفرق عشان خاطر يلعبوا مع بعض. طيب إيه المميز فيها برضو؟ المميز يا سيدي إن فيها شوية شروط تعجيزية للأندية دي بس مفيدة، إنها بتلزم الفريق الواحد إن يكون فيها 10 لعيبة في القائمة بتاعتها أقل من 23 سنة، كحد أدنى 6 لعيبة. لا ومش كده وبس، التشكيل الأساسي لازم يكون فيه 6 لعيبة من نفس الفئة السنية. طيب إيه برضو المفيد في كده؟ المفيد يا سيدي هو اندماج المواهب دي مع رتم الدوري المغربي ومع رتم اللعب الاكبر والاقوى من السن اللي هم فيه، وبالتالي المنتخب هيستفيد، المنتخب الاولمبي هيستفيد، كذلك الانديه هتستفيد، وهتكتر خيارات المنتخب في اختيار اللعيبه. يبقى كده هم حققوا التكافؤ لكل اللعيبه اللي موجوده في القسم الاول والقسم الثاني. هل خطوه زي دي ممكن ان هي تتعمل في مصر؟ طبعا لا، مش هضحك عليك، يعني انت فاشل حتى اصلا ان انت تنظم بطوله الدوري العام وتخليها زي كل الكره الارضيه. الدوري بيبدا عندك من سنه بينتهي في سنه ثانيه خالص، فطبيعي طبعا المنتخبين الاولمبي من هنا ومن هنا لما يقابلوا بعض المنتخب الاولمبي بتاعنا طبعا يتدمر بالشكل اللي انت شفته في الملعب. ده حاجه اساسيه ان هي لازم تحصل، لان هناك ناس بتفهم، مش واخدينها سمسره لعيبه وقرف من اللي احنا بنسمع عنه هنا. اللقطة الثالثة، المهدي الجبري، شاب مغربي ما لعبش كرة قدم مع نادي كبير هناك، ولكنه كان بيتدرب يعني كده تقدر تقول في نادي صغير هناك. المهم الظروف حكمت عليه ان هو يسيب كرة القدم كلاعب علشان خاطر يكمل دراسته، وفعلا الراجل اخذ ليسانس في الحقوق او ليسانس في القانون العام زي ما بيقولوا عليه هناك. الراجل قرر ان هو يكمل مسيرته في كرة القدم بس المرة دي مش كلاعب، كمدرب، وفعلا بدأ يدرس الرخص التدريبية الافريقية عشان خاطر يبقى مدرب زي ما قلت لك، واصبح حاليا وانا بكلمك معاه الرخصة بيه. تمر الايام واصبح مدرب لجمعيه رياضيه هناك لسن 17 سنه. رئيس الجمعيه دي بص وشاف الحماس والشغل بتاع الراجل وقرر ان هو ياخده معاه في النادي بتاعه، نادي اتحاد يعقوب المنصور، هو اسم النادي كده. الراجل كافئه بان هو في 3 سنين في الناشئين اللي هم اقل من 20 سنه في النادي ده صعد 3 مرات من 3 درجات مختلفه. يعني هو دلوقتي في القسم الثاني. المهدي مواليد 96 يعني عنده 28 سنه، تخيل ما شاء الله، مع الشهاده اللي هو كان عايزها، وكمان بقى مدرب كويس جدا والاعلام هناك بيتكلم عنه، وماسك فريق صعب هو عامله. انت بقى هنا لو عايز تبقى مدرب في مصر محتاج ايه؟ محتاج تاخد رخصه تدريبيه، اللي محتاجها طبعا ان حضرتك تكون متسجل في اتحاد الكوره كلاعب كره قدم سابق، وتاخد دبلومه من نقابه المهن الرياضيه في مصر، وبكالوريوس تربيه رياضيه، وتدريب لمده سنه من غير ما يبقى معاك طبعا اي رخصه تدريبيه هنا في البلد. ولو حضرتك ما دربتش عادي جدا، استديوهاتنا التحليليه اللطيفه في استقبال حضرتك، هتطلع تهبد لك كلمتين هتبقى ترند ما تخافش، والسوشيال ميديا بالجماهير اللطيفه بتاعتها هتنجحك. عرفت بقى دلوقتي الفرق بين مصر وما بين المغرب في كره القدم؟ فرق شاسع، فرق
فرق بين السماء والارض. لذلك كانت نتيجه طبيعيه جدا ان انت تشوف دلوقتي منتخب المغرب في نص النهائي ومنتخب مصر مش عارف ان هو يتاهل اصلا للمونديال، وطبيعي جدا ان انت تشوف المنتخب الاولمبي المغربي وهو بيكسب منتخب مصر الاولمبي 6-0. وكل عام وانتم بخير. لو حضرتك وصلت هنا لو سمحت للفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك الحلوين عشان خاطر عايزين القناه زي ما قلت لك تكبر. اما لو حضرتك بقى ما استفدتش من الفيديو فبعتذر لحضرتك عن تضييع وقتك. شكرا لكم على متابعتكم والقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.